ورقة لحمة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد في ايدك اي حاجة، جميلة وصحية ودايبة دوب، كلها على بعضها بمعلقة سمنة واحدة. يعني مناسبة جدا للي بيعمل دايت او ماشي على نظام غذائي صحي، هتناسبه جدا الاكلة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. في طاسة هنزل عليها بمعلقة من السمنة البلدي، اول ما تسيح هنزل عليها بشرايح من اللحمة. تقدري تستخدمي مكعبات لحمة بس تبقي تقطعيها قطع صغيرة عشان تاخد سوا معاكي على طول، ما تقعدش كتير. التوابل بتاعتي للحمة ملح وفلفل بس، مش هنحط عليها اي توابل تانية. اول ما تاخد لون من الجنب التاني بالشكل ده هبدأ ان انا اقلبها، وتاخد لون برضو على الجنب التاني بنفس الشكل كده تمام. هبدأ ان انا اطلعها، وفي نفس الطاسة هكون مجهزة خضار عندي مقطعاه، جزر وفلفل الوان وبطاطس، اي خضار عايزة تحطيه تقدري تحطيه، وطماطم وفلفل اخضر، عايزة تحطي فلفل حامي تحطي. في نفس الطاسة في نفس المكان هنزل بالبصل والخضار اللي انا قطعته، طماطم وفلفل الوان وجزر وبطاطس. هقلبهم كلهم مع بعض على النار كده لحد ما يبدأوا يبدأ يدبلوا معايا شوية، مش هنسويهم قوي. التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وزعتر توم باودر بصل باودر وبهارات، هنزل عليهم بالتوابل وهقلبهم كويس مع بعض كلهم على النار. الريحة تجنن. هي كده خلاص تمام معايا. هجيب القارب او الصينيه اللي انا هستخدمها واحط عليها فويل، واحط عليه ورق زبده، وهبدا ان انا انزل بالخضار بتاعي وعليه شرايح اللحمه كده تمام. هحط الخضار بتاعي كله، طبعا هو ما استواش معايا، هو يدوب شوحناه كده، نزل شويه سوائل وريحته طلعت مع التوابل بس. مش هنحط اي سوائل واي زيوت او اي حاجه تانية، هنزل عليها بشرايح اللحمه بتاعتي اللي احنا حمرناها. والسوائل اللي نزلت من اللحمه ما تنسوهاش، لازم تتحط هي كمان. حطيت بقى انا على الوش شويه فصوص ثوم، لو عندك بقى فلفل حامي ممكن تحطي كده قرنين ولا حاجه. انا حطيت روزماري بيدي طعم وريحه تجنن طبعا. هقفلهم كويس واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، وهقعدها في الفرن حوالي ساعه. ريحتها تجنن، محتاجتش اي سوائل، مستويه دايبه دوب، طبعا مولعه نار. جربوها وبجد هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا رأيكم في الوصفة وتقولوا بتشوفوني منين. ولو شفتوا الفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد. وما تنسوش تشتركوا في التيك توك والانستجرام والفيسبوك، صفحة الفيسبوك. بس خلاص.